السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد عاطف وحلقة جديدة من برنامج خليك حريف. وصلك الفيديو انزل اخبط اللايك واعمل لي اشتراك في القناة وانزل اكتب كومنت صلي فيه على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. انتهت مباراة النادي الاهلي ونادي بيراميدز، او نادي بيراميدز والنادي الاهلي، بصفة ان بيراميدز النهاردة كان صاحب الارض والجمهور، ده على اساس ان في جمهور اصلا، بفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء احرزه اللاعب وسام ابو علي في الدقيقة 28. بيرفع الأهلي رصيده ل66 نقطة في المركز الثاني، وبيتجمد رصيد بيراميدز عند 68 نقطة في المركز الأول. بيراميدز لسه فاضله 5 ماتشات والنادي الأهلي فاضله 8 ماتشات. النادي الأهلي عايز من الماتشات دي كلها 17 نقطة، وتحديدا هيبقى يمكن لو النادي الأهلي كمل بالنغمة اللي هو ماشي عليها دي ونغمة الانتصارات، هيبقى كده في ماتش زد ان شاء الله هيبقى ماتش التتويج. ده غير ان ممكن بيراميدز يهدي دوري للنادي الاهلي قبل اصلا يوم 11. لو بصينا على الماتشات اللي باقيه لنادي بيراميدز هنلاقي ان بيراميدز فاضل له الزمالك، وده ان شاء الله هيبقى يوم الجمعه الساعه 9، وفاركو وزد والداخليه وطلائع الجيش. النادي الاهلي فاضل له المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي والمقاولين وسموحه وزد وانبي ومودرن سبورت. هل معنى كده ان بيراميدز فقد الفرصه ان هو يتوج بالدوري؟ هقول لكم لا، لسه. لان بيراميدز لو كسب الماتشات الجايه كلها والنادي الاهلي خسر كام ماتش، 3 4 ماتشات، بيراميدز هيتوج بالدوري. لو النادي الاهلي زي ما قلت لكم فضل مكمل على نغمه الانتصارات، فاعلى رصيد بيراميدز هيوصل له بعد نهايه الخمس ماتشات وهي 83 نقطه. طب لو اتعادلوا في النقط، اللائحة هنا بتقول ان احنا بنشوف المواجهات المباشرة، وطبعا المواجهات المباشرة الاتنين لصالح النادي الاهلي، فكده كده برضو النادي الاهلي ان شاء الله وبأمر الله هيتوج باللقب ال 44 او ال 43. والله العظيم من كتر الفوز بالدوري انا ما بقيت اعد اصلا. النهارده الماتش كان ماتش صعب. كنت بتفرج على التحليل بتاع قبل الماتش، لقيت ان كابتن احمد حسام ميدو، اللي ليه طبعا كل الاحترام والتقدير في الحاجات اللي هو بيقولها، ويمكن انا بشكره من خلال قناتي، ان هو ادى الفرصة للنادي الاهلي ان هو يصح الوحش اللي جواه. طلع قال لك لعيبة النادي الاهلي بتخاف من بيراميدز ورجلها بتخبط في بعض. ايه رايك يا كابتن ميدو؟ ايه رأيك؟ ايه رأيك في الحلاوة والطعامة دي؟ اقسم بالله يا سلام، اقسم بالله لو لعيبة الاهلي بتخاف بتبقى كده. انا عايز لعيبة الاهلي بتخاف على طول. انا مش فاهم لعيبة اهلي مين اللي بتخاف يا كابتن ميدو؟ هو انت ليه يعني؟ مش عارف، انا مش عارف اقولها ازاي، بس انت عشان خاطر الفريق اللي انت منتمي ليه في المركز الرابع ولا في الخامس دلوقتي، فانت بتقول اي حاجة وعمال تخبط في لعيبة النادي الاهلي ليه كده؟ النهارده الماتش يمكن كان الماتش المفروض كان هيبدأ مارسيل كولر بطاهر محمد طاهر، اللي للأسف اتصاب قبل الماتش ما يبدأ بحوالي 5 دقايق، ورضا سليم نزل مكانه. يمكن رب خيرة يعني أو رب ضارة نافعة إن رضا سليم نزل النهارده، لأن عمل ماتش كويس. وسام يا وسام، هتقول لي شغلة المهاجم ايه؟ هقول لك المهاجم شغلته اديله الكورة هيجيب جول. اه ماشي، هو محطة وكل حاجة، بس شغلته الأساسية اديله الكورة يجيب جون بس. أخيرا النادي الأهلي بقى عنده مهاجم بيخلص من نص فرصة. كنت فين انت من زمان؟ مش عارف والله، يعني خلصت فيك كل الكلام بأمانة والله. يعني استلامة، ركنة، مفيش أحلى من كده، تحركات، بيهد الدفاع.
حقيقي شابوه لوسام، ولو فضل على المستوى دوت مش بعيد ان هو يفنش هداف الدوري. هو حاليا عنده 11 هدف، ومهاجم بيراميدز عنده 14، ففرق 3 اهداف. سهلا ان شاء الله وسام يبقى هداف الدوري بمساعدة زمايله طبعا. اللعيبة كلها كانت نجوم النهاردة، من اول الشناوي لحد وسام بالبدلاء اللي نزلوا. محمد الشيبي مش عارف اقول لك ايه بجد، بس يعني الحركة يمكن انا لو لاحظتكم كلكم في اول الماتش النهاردة واللعيبة لسه بتسلم على بعض، كان امام عاشور بيقول لحسين الشحات ما تسلمش عليه. يمكن انا زعلت واتضايقت من الحركة دي، لان ما ينفعش انت كده يعني بتهيج الدنيا، وممكن بسببك كان يحصل مشكلة. اكتشفت في استراحة الماتش كان فيديو على وان تايم سبورت على الفيسبوك، ان محمد الشيبي اصلا طلع بره الملعب واللعيبه بتسلم على بعض، عمل نفسه تعبان وعنده اصابه عضليه فطلع يعني عشان ما يسلمش. تمام. الماتش كان ماشي تمام. حسين الشحات كان على اليمين مع خالد عبد الفتاح في جبهة أحمد توفيق، والناحية التانية كان محمد الشيبي مع رضا سليم ومع كريم فؤاد. لازمته ايه التدخل اللي انت عملته بجد والله؟ يعني انت داخل انت داخل عشان تأذي. انت كنت هتأذي واحد في اكل عيشه. انت الدخلة اللي انت دخلتها دي يستحيل تكون دخلة لعيب كورة، دي دخلة واحد عايز ينتقم. طب انت هتنتقم من ايه؟ معلش، ما شفتش في حياتي لاعب اجنبي بيشتكي للاعب هو جاي اصلا عليه. يعني انت ضيف على دماغنا من فوق. انتقدنا كلنا كابتن حسين الشحات في اللي حصل السنة اللي فاتت وضربة القلم والكلام ده كله، مع ان الراجل بعد الحوار دوت راح اعتذر لك وانت قبلت الاعتذار. الله اعلم مين اللي لعب في دماغك، رحت انت قالب الحوار ورحت رايح عامل قضية والكلام ده كله. تمام، انت حقك، بس حقك ايه؟ معلش، يعني ما حصلتش قبل كده. شفنا مشاكل كتير وقليل باللاعيبه اجانب بتلعب في مصر وباللاعيبه مصريين. عمرها ما كنا بنسمع اصلا عن ان اللاعب الاجنبي راح يشتكي اللاعب المصري ورفع عليه قضيه في المحكمه الجنائيه او المدنيه والكلام ده كله. فانت لازمته ايه التدخل ده؟ انت راجل بتلعب في اليمين، ايه اللي جابك في الشمال؟ ليه كده؟ لا وخدت طرد ومش عاجبك. طب انا عايز اسال سؤال، انت كنت رايح تعمل ايه لحسين الشحات؟ يعني انت كنت رايح، يعني كانت ايه اللي يعني انت اتطردت، المفروض انت هتطلع من الملعب خلاص. انت رايح تعمل ايه مع حسين الشحات؟ هتشتمه؟ طيب هتضربه؟ وانا مش فاهم يعني. يا ريت انت تطلع في فيديو وتوضح انت كنت عايز تعمل ايه. يمكن بعد اللقطه ديت الماتش اتكهرب. ناس كتير ممكن هتطلع تعاتب على كولر ان هو ما غيرش بدري. لا، انت ما غيرتش غير قفشه وعمر كمال وديانج في الاخر وكهربا. كهربا ده عايز له ليله لوحده. انا نفسي اعرف ايه مشكله كهربا. يا كهربا انت كل ماتش بتنزل بتضيع انفراد. ماتش مودرن سبورت قريت الكرة صح، توقعت صح، ضغطت، عديت الجون، حطيتها بره. النهارده عافرت على الكوره، اديتها باص لقفشه حلو، قفشه ردها لك بثرو احلى. احمد الشناوي داخل عليك، الجون فاضي، حطها على الارض هتيجي، انت حطيتها في السما. يا ريت كهربا يقعد مع نفسه. لقطة امام عاشور اي حد طبيعي ان هو لازم يزعل ان هو خارج. لما انا احس ان انا مأدي في الملعب والمدرب يخرجني، انا يمكن بتضايق شويه، بس هي خلاص دي وجهة نظر مدرب. زي ما شفنا مصطفى فتحي برضه. ولا الناس هتمسك في لقطة امام وهتسيب لقطة مصطفى فتحي؟ ما انا مش فاهم.
ما علينا. تغييرات كولر النهارده كانت كلها يعني موفقة. تغييرة قفشة نزل. قفشة ميزته ان هو بينزل لنص ملعب النادي الاهلي، بيستلم الكرة من الدفاع، بيحاول يحرك الملعب على اليمين او الشمال، عنده رؤية كويسة للملعب، بيقدر يجري اللعيبة يعني اللي عندهم سرعة، فهو نزل عشان الحتة دي. اليو ديانج الاول كان كان قبل اليو ديانج كان عمر كمال. عمر كمال كان نزل مكان حسين الشحات بحيث ان هو يلعب وينج. الظروف حكمت ان خالد عبد الفتاح اللي بالمناسبه يا جماعه هو عمل ماتش حلو قوي. خالد عبد الفتاح عمل ماتش حلو قوي قوي من الناحيه الدفاعيه، بس هو ما توفقش بس غير في الكره اللي هي بتاعه الانذارين يعني، لان اول كره زلاكا خدوا سرعه فما قدرش يسيطر عليه، والتانية كانت فخري لقاي. انما هو كمجمل لا، هو لعب ماتش حلو. تغيير رضا سليم باليو ديانج كان طبيعي ان هو كان عايز يأمن نص الملعب، هو حس ان نص الملعب هيتاخد منه بالكامل، فنزل اليو ديانج عشان يبقى مع اكرم توفيق ومع مروان عطية. تغييرة وسام ابو علي الكهرباء بالنسبة لنا تغييرة يعني كلاسيكية عادية جدا. فالحمد لله ان الماتش خلص يعني 1-0. ببارك لجمهور النادي الاهلي وببارك للاداره واللعيبه للمره التانية. اللي جاي احلى ان شاء الله. لسه احنا ما حسمناش الدوري، لسه الدوري فيه. يا ريت لجنه التخطيط تنفذ طلبات مارسيل كولر عشان الراجل ما يزهقش، او الراجل اخر ما هيجيب اخره هيقول لك انا خلاص، انا ما تسالونيش في حاجه لما انا بطلب لعيبه وما بتجيش. فيا ريت لجنة التخطيط وإدارة النادي الأهلي تنفذ طلبات كولر، وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله. يلا تصبحوا على خير ومبروك يا أهلاوية. السلام عليكم.